لو بتحب أفلام الجريمة والغموض ففيلم 7 من التحف الفنية. الفيلم اتصنف ضمن أفضل 100 فيلم جريمة وأحسن 250 فيلم في تاريخ السينما. تخيل لما محقق شرطة بيحاول يقبض على قاتل متسلسل وفجأة يلاقي نفسه ومراته بقوا من ضحاياه. الفيلم بيبدأ بالمحقق سومرست وهو بيقضي الأسبوع الأخير من خدمته في الشرطة بعد خبرة 35 سنة من العمل في البحث الجنائي. راجل تقيل مخضرم ذكي جدا وبيعرف يفهم ويحل الألغاز كويس قوي. بيستقبل المحقق مايلز اللي لسه منقول للمدينة جديد وكان شغال في المباحث من 5 سنين، لكنه متسرع وشايف نفسه وعايز يثبت نفسه بأي شكل وبيفكر بشكل غير منطقي وهيستلم مكان سومرست. وبيكتشف الاتنين جثة لراجل تخين جدا القاتل أجبره إنه ياكل لحد ما معدته انفجرت، والطب الشرعي بيشرح الجثة وبيعدي الموضوع وبيعتبروها جريمة عادية، لحد ما المدينة بتصحى على قتل محامي كبير واتكتب بدمه على أرض مكتبه الجشع. في نفس التوقيت الطب الشرعي بيوصل لسومرست حرز في برطمان لقوة جوه بطن جثة الراجل التخين، وما بيستناش وبيروح مسرح الجريمة وبيكتشف كلمة الشر مكتوبة ورا التلاجة. فوراً بيربط بين الجريمة الأولى والتانية ويقرر إن في قاتل متسلسل اختار ال7 خطايا المذكورة في الكتاب المقدس عشان يعمل سلسلة جرايم، وإنهم في انتظار 5 جرايم جديدة. لكن بيقول لكبير المحققين ميلشيز: أنا فاضلي كام يوم وأمشي، دي قضية مايلز. لكن طبعاً فضوله وحبه للنوع ده من الجرايم بيدفعه إنه يقرأ ويفهم دوافع القاتل، وبيروح المكتبة ويقرأ في القصص اللي بتحكي في موضوع الخطايا ال7 وبيحاول يساعد مايلز بملاحظاته. زوجة مايلز بتعزم سومرست على العشاء، هو بيقبل الدعوة، وفي اللحظة دي بيتعرف على الزوجين وبتبتدي علاقة صداقة بين مايلز وسومرست ويساعدوا في حل القضية. وكان أول خيط هو صورة زوجة المحامي القتيل اللي رسم القاتل دم حوالين عينيها في إشارة إنها تشوف حاجة مش شايفينها. بيروحوا الاتنين للزوجة اللي بتدلهم على وجود لوحة في مكتب القتيل متعلقة بشكل مقلوب، وبالفعل بيلاقوا بصمات ورا اللوحة بتكون شكل كلمة ساعدوني أو هيلب مي، وبيبتدوا يطبقوا البصمات لعلها توصلهم لأي شخص. وبالفعل البصمات تتطابق مع مجرم ومريض عقلي اسمه فيكتور، وبتتجه حملة كبيرة للقبض عليه مكونة من عدد كبير من رجال الشرطة ومعاهم سومرست ومايلز. وبيتم اقتحام شقته لكن بيلاقوه متقيد في سريره وتقريبا شبه هيكل عظمي ومكتوب فوق السرير كلمة الكسل، ودي الخطيئة التالتة. وفجأة بيكتشفوا إنه حي وبينقلوه المستشفى، وبيحاول سومرست إنه يهدي مايلز ويقول له إنه يركز وبلاش عصبية. وفجأة بيلاقوا مصور صحفي بيصورهم ومايلز بيعتدي عليه وبيطرده. في المستشفى الدكتور بيبلغهم إن الراجل ده اتعذب عذاب فوق مستوى البشر وإنه مربوط في السرير من سنة بالظبط، وإن المجرم قطع إيد فيكتور واستخدمها لكتابة البصمات اللي لقوها ورا اللوحة. مرات مايلز بتطلب من سومرست تقابله وبتبلغه إنها حامل ومش عارفة تحتفظ بالحمل ولا تنزله عشان بتكره المدينة الجديدة وعندها اكتئاب منها. بيبتدي سومرست يقنع مايلز بأسلوب التحقيق اللي بيعمله دايماً في أي جريمة، وهو أسلوب البحث ورا التفاصيل. الأسلوب ده مزهق مايلز لأنه غير منطقي بالنسبة له، ولكن سومرست بيقنعه إنه يسمع كلامه وإن القاتل بيستمد جرايمه من قصص مشهورة زي الكوميديا الإلهية والتطهير وغيرها. بيقابلوا راجل في مطعم وبياخد منهم رشوة، وسومرست بيفهم مايلز إن الراجل ده من المباحث الفيدرالية اللي عاملة نظام تتبع لكل الأشخاص اللي بيروحوا المكتبة وبيقروا في كتب خاصة بالجريمة. وبالفعل بيختاروا اسم شخص اسمه جونساندو كان بيقرا في الكتب دي ويروحوا لحد بيته. ورغم إن مايلز كان بيستهزأ بأسلوب سومرست إلا إن جونسان بيظهر وبيضرب عليهم نار، وبتبدأ مطاردة كبيرة بين مايلز وجونسان وبتنتهي بضرب جونسان لمايلز ويحط المسدس في دماغه لكن ما بيقتلوش ويهرب. وبيرجع الاتنين لشقة جونسان وبتحصل خناقة على قانونية دخول الشقة بينهم، بتنتهي بكسر مايلز الباب وبيدخل الاتنين وبيكتشفوا إنهم فعلا وصلوا للشخص المطلوب. سومرست بيلاقي أدلة خاصة بالثلاث جرايم وبيلاقي إيد فيكتور، ومايلز يلاقي الصور للضحايا وبيكتشفوا إن جونسان هو نفس المصور اللي اعتدى عليه مايلز وطرده من مسرح جريمة فيكتور. مكتب التحقيقات بيوصل الشقة وبيجمعوا الأدلة، وسومرست بيلاقي 250 مفكرة كاتب فيها جونسان مذكراته. وفجأة بيجيلهم اتصال وجونسان بيهنيهم إنهم وصلوا ليه، لكن بيحذرهم إنه هيسرع الإيقاع في الجرايم بما إنهم وصلوا له. وبالفعل بيلاقوا صورة فتاة ليل واضح إنها لفتت نظر جونسان واختارها للجريمة الجاية. وفعلا بيجيلهم بلاغ من الشرطة عن جريمة قتل في بيت دعارة،
وهناك بيلاقوا على الباب مكتوب الخطيئة الرابعة، الشهوة. وجونسان أكبر راجل على ممارسة الجنس معاها، وهو لابس أداة متركب فيها سلاح. وطبعا البنت ماتت بعد ما اتقطعت حتت. بلاغ جديد للشرطة، وجونسان قام بجريمته الخامسة بإنه قطع أنف موديل وخيرها بإنها تتصل بالشرطة وتعيش بقية عمرها مشوهة أو تقتل نفسها بالأقراص المنومة. فاختارت تقتل نفسها، وكتب على سريرها الغرور. واضح إنه مستمر لحد ما يكمل الخطايا السبعة. سومرست في طريقهم لمركز الشرطة، وسومرست بيطلب من مايلز إنه يخليه معاه في القضية لحد ما تخلص، وإن ده جميل مش هينساه. وبيقف تاكسي وبينزل منه شخص وبيدخل وراهم وينادي عليهم، وفجأة بيلتفتوا على صوته العالي فيلاقوه قصادهم وهو مليان دم، فبيقبضوا عليه. وهو بكل برود بيطلب المحامي الخاص بتاعه. في غرفة التحقيق مدير الشرطة بيقرر يحوله للمحكمة فوراً، لكن سومرست ومايلز لأول مرة يتفقوا إن في حاجة غلط، وإن جونسان مستحيل يسلم نفسه بسهولة، لأنه لسه قدامه جريمتين عشان يكمل لوحته اللي رسمها من الخطايا السبعة. وبالفعل في حضور القاضي ومدير الشرطة ومايلز وويليام، المحامي بيبلغهم إن جونسان مخبي جثتين كمان، وإنه بيعرض عليهم صفقة إن مايلز وويليام يروحوا معاه عشان يديلهم الجثتين، في مقابل إنه ما يدعيش الجنون قدام المحكمة ويكتب اعتراف كامل بجرايمه. وهو مايلز وويليام بيوافقوا، وبتتحرك قوة من الشرطة بطيارة هليكوبتر وسيارة شرطة فيها مايلز وويليام وجونسان. وفي الطريق الطويل بيحصل ما بينهم حوار عبثي، ومايلز بيقول لجونسان: انت مش اكتر من قاتل بتقتل ابرياء. وجونسان شايف انه المبعوث الالهي اللي قتل ناس فاسدين، فمايلز بيصمم انه مجنون، ولكن جونسان بيستفزه وبيقول له انه عايش لانه قرر ما يقتلوش لما جات له الفرصة. وبيوصلوا للمكان اللي دلهم عليه جونسان، وبينزلوا من العربية، وفجأة بتظهر شحنة جاية من بعيد. مايلز بيؤمر جونسان ينزل على ركبه، هو بيتحرك ويليام عشان يعترض الشحنة، وينزل السواق اللي بيبلغه انه دليفري ومعاه صندوق خاص بمايلز، وان في راجل عدى عليه واداله $500 وطلب منه يوصل الصندوق الساعة 7 بالظبط. ويليام بيتأكد من كلامه وبيخليه يمشي، وبيفتح الصندوق عشان يلاقي أكبر صدمة، وهي راس تريسي زوجة مايلز مقطوعة جوه الصندوق. في نفس اللحظة اللي بيبلغ فيها جونسان مايلز إنه قبل ما يسلم نفسه عدى على بيته وحاول يغتصب مراته، ولما رفضت قطع راسها، وإنه كان بيحاول يجرب حياة إنسان عادي لأنه بيحسده على حياته ومراته، ودي خطيئته، وإنه لابد ينتقم منه ويحقق خطيئة الغضب. وبكده تكمل السلسلة للخطايا السبعة. ويليام بيحاول يقنع مايلز لكن بدون فايدة، وبالفعل مايلز بيفرغ مسدسه في جونسان وبتكتمل الخطايا السبعة. نهاية الفيلم بنسمع فيه صوت المحقق سومرست وهو بيقول لنا على الدافع اللي بيخليه يشتغل محقق شرطة، إن العالم مكان جميل ويستحق الدفاع عنه. الفيلم ده حصل على أكتر من 50 جايزة ونجح نجاح عالمي ساحق وقت عرضه، وكفاية إنه قدم لنا نجم بحجم براد بيت اللي بعد الفيلم ده تحول من ممثل مغمور لممثل عالمي قدم أفلام عظيمة.